السلام عليكم. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. بتقولي جبت لبس لبنتي واللبس طلع كبير على بنتي، فدخلت على جروب جروب في المنطقة اللي انا موجودة فيها، ونشرت بوست ان انا معايا لبس وطلع صغير على بنتي واللي عايز يشتريه. اتواصلت معايا واحدة قريبة مني، يعني قريبة من المكان عندي، وقالت لي ان هي هتاخد اللبس ده لبنتها. اتفقنا مع بعض على ميعاد ان احنا هنتقابل مع بعض في مكان ما، وهي تاخد اللبس وانا اخد الفلوس، وقلت لها اللبس المبلغ كذا كذا. تمام. راحوا واتقابلوا، وهي رايحه لها قالت لها انا معيش غير نص المبلغ. فهي شايفاها ان هي واحده لابسه نضيف جدا، لابسه دهب، ما يبانش عليها ان هي نصابه. وثقت فيها. هم قعدوا الاول يتكلموا تقريبا يوم او يومين مع بعض، الكلام بس في الشات. وكانت بتقول لها ان هي ما بتحبش تنام وهي عليها جنيه لحد، وما بتحبش تاكل فلوس على حد، ولا بتحب تاخد حاجه مش من حقها. فالكلام ده كله جه في دماغها وهي واقفه. قالت لها خلاص مفيش مشكله، خدي اللبس وانا هاخد نص الفلوس، ونبقى نتقابل تاني في مره تانيه واخد باقي الفلوس، ومفيش اي مشاكل خالص خالص. المهم بتقول ان هي اخدت اللبس ومشيت، روحت، والتانيه روحت على بيتها مش مديه اخوانه، مفيش اي حاجه خالص. وبعد ما روحت بتقول بعدها بشويه كده بتبص لقتها عملت لها بلوك على كل حاجه هي تواصلت معاها عليها، على الواتساب والفيسبوك، على الارقام، كل حاجه تتصل عليها مفيش، تكلمها واتس عملت لها بلوك، فيسبوك بلوك، كل حاجه عملت لها بلوك عليها. تحاول ان هي تتصل بيها من اي ارقام تانية مفيش، مش عارفه توصل لها، اختفت تماما. طبعا هي متعرفش بيتها فين، هي كل اللي تعرفه عنها ان هي من مكان، بس ما تعرفش بيتها فين بالظبط خالص. وبتقول ان هي مصدومه فيها خالص. وهي مش زعلانه على الفلوس، هي بتقول انا مش زعلانه على الفلوس، انا قلت لها اعتبري الفلوس دي وقعت منك، فداكي وفدا عيالك، وما تزعليش وديكي اتعلمتي. لكن هي بتقول لي انا زعلانه من الموقف، اني انا كنت كويسه معاها ويعني ما خدتش خوانه، وقلت ان هي ست كويسه وهي تعمل فيا كده. انا قلت لها عادي. هي كانت بتقول لي ايه اعمل ايه، انا عايزه ابرد ناري. قلت لها لا، ما تعمليش اي حاجه خالص خالص خالص. اي حاجه هتعمليها مش هتستفادي منها. انتي استعوضي ربنا، والحمد لله ان هي جت على قد كده. واعتبري ان الفلوس دي وقعت منك، او اعتبريهم ان انت طلعتيهم يا ست لله، وكبري دماغك. بس اهم حاجه ان انت اتعلمتي، وده درس ليكي، ان انت ما تثقيش في اي حد ما تعرفيهوش تاني. وفي حاجه كمان برضو قلت لها هي بتقولي شكلها نظيف ولابسه دهب وهي موظفه. عايزه اقولك ان انت ما تتغريش في حد من شكله. وقلت لها كمان ان في ناس بتبقى من بره هلا هلا، ومن جوه يعلم الله. يعني تبقى بس اللبس والشكل ومنظر، ومن جواها سواد، من جواها غدر، من جواها خيانه. في ناس بتستحل لقمة العيش الحرام، في ناس بتستحل الفلوس الحرام. ما هي كده دخلت على بيتها وعلى ولادها فلوس حرام، حق مش حقها. هي اخدت اللبس بمبلغ كذا، ودفعت نص المبلغ ونامت على الباقي، وهي شكلها ان هي ست مش محتاجة، او باين عليها ان هي مش محتاجة. لكن في ناس اعوذ بالله ربنا يبعدهم عننا، هم بيستحلوا الفلوس الحرام، بيحبوا الفلوس الحرام، بيحبوا ينصبوا على الناس. ده شغل نصب. حته ان هي تكلمها وتقعد تقول لها ما بعرفش انام وانا عليا جنيه لحد، ما بعرفش انام وانا عليا قرش لحد، ما بعرفش اخد حاجه من حقي مش حقي، دي كانت بتنيمها. حته ان هي كمان تروح لها بنص المبلغ،
هي كانت مبيتة النية ان هي هتدفع نص المبلغ وتروح تعمل بلوك وهي مش هتعرف توصلها تاني. يا جماعة مش اي حد تثقوا فيه من على النت. قليل جدا لما هتعملي صحاب من على النت ويطلعوا ناس كويسين. قليل جدا لما هتتعاملي مع ناس على النت ويطلعوا كويسين. انت بتتكلمي مع ناس من ورا شاشة، انت مش عارفة نيتهم من ناحيتك ايه. ما تثقوش في حد يا جماعة. جبت لبس لبنتك، جبت لبس لابنك، طلع اللبس كبير، ما تدخليش تعرضيه على النت وتبيعيه. شوفي قريبتك دي وشوفي دي وشوفي دي وشوفي دي، يمكن تلاقي حد جنبك قريب منك تثقي فيه تبيعي له اللبس. رجعيه يا ست مكان ما جبتيه. لو جايباه من على النت ومش هتعرفي ترجعيه تاني، اتصرفوا وبيعيه لاي حد جنبك، اي حد من معارفك هتلاقي. انما ما تثقيش من في حد على النت. ما تثقيش ولا تحكمي على حد من شكله، تقولي ده شكله نضيف. ما انت ما تعرفيش ان النضيف ده ممكن يكون من جواه ايه. هو ممكن يكون نضيف من بره ومن جواه سواد، انت ما دخلتيش جواه عشان تعرفي. بيبقوا لابسين ومتشيكين وحاطين برفان وايه وناس ايه، ونصابين. نصابين. فانا عايزه اقول لكم يا جماعه ما تثقوش في حد. تمام. اوعوا تثقوا في حد خالص من على النت. تمام. وفي الواقع برضو ما تثقوش في حد ما تعرفوهوش. ما تثقوش في حد ما تعرفوهوش. ما تتكلموش مع حد يقول لكم مثلا تعالوا قابلوني في الحته الفلانيه والكلام ده كله. طب هي تحمد ربنا ان هي جت على قد كده. اعتبروا مثلا ان هي كانت واحده ست وحشه وكانت هتسلط على حد يخطفوها مثلا. ممكن تحصل، يخطفوها، كان هيبقى ايه الحال؟ فالحمد لله ان هي جت في الفلوس، مش مشكله. الفلوس احنا اللي بنعملها مش هي اللي بتعملنا. بس كل الهدف من الفيديو ده اللي فيه ناس زي ما قلت لكم من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، وان انتم ما تثقوش في اي حد وما تاخدوش حد بالشكل. ما تقوليش ده شكله حلو مش هيأذيني، ده لبسه نضيف مش هيغدر بيا، ده مش عارفه ده بيلبس شيك جدا، لا 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 ده مش شكله نصاب. بقول لكم بيبقوا لابسين ومتشيكين وريحتهم مفحفحه كده ونصابين. واعرفوا ان في ناس كتيره جدا ما بتخافش من ربنا. في ناس كتيره جدا بتستحل اللقمه والفلوس الحرام. في ناس كتيره جدا بتستحل وما بتخافش من ربنا، وما بتخافش ان هي تدخل على بيتها فلوس حرام، وما بتخافش ان هي تلبس عيالها من فلوس حرام. خلوا بالكم. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.